والسلام عليها، حتى إنه كان إذا فاتته صلاة الوتر بالليل قضاها عليه الصلاة والسلام في النهار، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يواصلون على الأعمال الصالحات، وأسأل الله أن يجعل حالنا بعد شهر رمضان خيرا من حالنا قبله. قولوا ما تسمعون، واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد جرت عادة المسلمين منذ أن فرض الله تعالى الصوم في السنة الثانية للهجرة، جرت عادة وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسنة أصحابه الكرام من الخلفاء الراشدين، وسنة المسلمين من بعدهم، على أن يعتمدوا في دخول رمضان وفي خروجه على الرؤية الشرعية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. صوموا لرؤيته يعني رؤية القمر، وأفطروا لرؤيته. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر ربما يكون 30 وربما يكون 29، ولا يجوز أن نحدد نحن طول الشهر بال30 أو قصره بال29 إلا بالنظر إلى آية من آيات الله تعالى جعلها ظاهرة، كما قال جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فصل الله تعالى لنا متى تدخل الأشهر ومتى تخرج، وكيف نصوم وكيف نصلي وكيف نعبد الله تعالى. وجرت سنة المسلمين منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على أن ينظروا النظرة الرؤية الشرعية ثم يصوموا أو يفطروا. ثم نفاجأ خلال السنين الماضية، السنين القريبة ربما بدأت تظهر خلال ال5 سنوات القريبة، وابتلينا بها خلال هذا الشهر أكثر ما ابتلينا به فيما مضى،